كان في مسلسل مع الاستاذ خي بشاره، كنت رايحه اشتغل فيه برضه مساعد انتاج، فالاستاذ شافني فاداني دور ضابطه فرنسويه سجانه. كنتي في معهد سينما وبعد كده فجأة حولتي من معهد سينما لكلية آداب. كليه اداب. ليه بقى النقلة دي؟ النقله دي كانت بسبب ان انا اصلا كنت في معهد السينما المفروض حضور وغياب وكده، فانا كنت بشتغل مساعد انتاج فما كانش ينفع، فدخلت اداب انتساب وخلصت كليه الاداب الحمد لله. والنقلة دي أثرت على حياتك الفنية طبعا؟ لا اديتك مساحة أكبر؟ كنت بشتغل عادي في اديتك مساحة تشتغلي في الانتاج أكتر. بالظبط. وبعد كده لقيت بقى في حاجات كتيره بتجيلي في التمثيل، فقلت لا بقى خليني في التمثيل. كانت ايه بقى البداية بعد المشهد بتاع مافيا؟ كان في مسلسل مع الاستاذ خي بشاره، كنت رايحه اشتغل فيه برضه مساعد انتاج، فالاستاذ شافني فاداني دور ضابطه فرنسويه سجانه. حلو قوي. فعملت حوالي 17 مشهد في المسلسل، انا مش متذكره اسمه بس هو بتاع الاستاذ توفيق عبد الحميد المسلسل. وبعد كده خلصت المسلسل رجعت اشتغل تاني مساعد انتاج.